Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. بالفيديو ده بقى هعرفك سر ونجاح البسكوت النشادر بالكيس بطريقة جميلة جدا وهتعجبك، وكمان هعمله معاكي على اصوله من غير اي افتكاسات. هيبقى معاكي كده خفيف جدا وهشة. ولو اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة واعملوا لايك وشير عشان يوصل لكم كل وصفاتي. هجيب كده عندي العجان وممكن المضرب الكهربائي. هنزل ب600 جرام من الزبدة اللينة، عليهم 400 جرام من السكر البودر. انا في الاول مقلله السرعه وبعد كده هزود عليهم السرعه. وكمان محضره معايا ربع كوبايه من اللبن الدافي. هضيف عليهم كده معلقه صغيره من النشادر، هدوبهم مع بعض كده وهركنهم على جنب. وهجيب معايا كده 4 بيضات، هنزل ببيضه بيضه لغايه كده ما البيض عندي ما يختفي. ولو انتي بتستعملي بيض حجمه صغير هنستعمل كده 5 بيضات بدل ال4. وهضيف كده معلقة كده من الفانيليا، عليهم كده ذرة من الملح. وهضيف كده اللبن عندي، وضربتهم كده في العجان لمدة 10 دقايق. وكده خلاص هضيف بقى المكونات الجافة. معايا كيلو من الدقيق، وأهم حاجة يكون الدقيق كويس. ومعايا نص معلقة من اللبن البودر، واللبن البودر اختياري. ومعلقة كبيرة من النشا. ومعايا كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة ممسوحة. هقلب كده كل الخليط مع بعض كده. وعجينة البسكوت مش بنعجنها، احنا بنقلبها بس كده تقليبة كده بسيطة خالص. وبعد كده بقى دي بقى البلبلة بتاعت البسكوت مكتوب عليها 1 دي. ده هيطلع معاكي الحجم الصغير، وهعمل معاكم الحجمين. الحجم بقى اللي هيناسبك والحجم الأحلى انتي اعمليه. هما الحجمين شكلهم حلو، وهيطلع معاكي هشة كده وخفيف خالص وهيعجبك خالص. وانا بجري الفيديو عشان ما اطولش عليكم الفيديو، هخلص كل الكمية وهرجع لكم تاني. وانا مسخنة الفرن على 180. هدخل كده عند الصينية كده، دخلت اول صينية ودي تاني صينية. ده برضو الحجم الصغير هدخله برضو الفرن. وده بعد كده ما خرج شكله جميل جدا وهشة خالص وطعمه تحفة. بجد جربيه هيعجبك. وده بقى الحجم الكبير. انت بقى الشكل اللي يناسبك بقى واللي يعجبك اعمليه. ولو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وشير وتكتبي لي رأيك في الكومنتات.